يعني انت احسن منهم وهجومك احسن منهم، انت حياتك كلها احسن منها. ليه بقى القرف اللي انت قدمته دوت؟ يعني سؤال انا ما عنديش ليه اجابه. اللعيبه ديت وفي لعيبه مستواها اتطور، وعندك لعيبه ظهرت احسن من سنتين مع كرويش، ووصلنا للنهايه وكنا بنعافر مع السنغال. يعني انت نزلت بمستوى مصر لتحت. يا السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا وده حنا. يعني دوت حنا فعلا، يعني بعد الاداء اللي زي الزفت اللي احنا شفناه النهارده، وبعد النتيجه الصعبه، وبعد الخروج من دور ال 16، مش جاي اقول لك بقى بص الاداء اللي زي الزفت دوت، ده انا بقى ابص على اللعيب دوت عمل كذا، بص اللعيب دوت عمل كذا، بص مثلا الراجل دوت ضيع كام كوره، الراجل ده ضربه جزاء، اقول لك اللعيبه عملت ايه. لا، عشان دوت مش اللي حصل. يعني اللي حصل واحد زي روف فيتوريا، انت الراجل انت معاك لعيبه حلوه، انت معاك لعيبه حلوه، وانت مصر عارف يعني انت مصر، وانت عارف انت كنت بتلاعب مين. فانت ليه اصلا بتعمل الاداء ده؟ ليه انت داخل خايف؟ يعني مش هقول لك خايف، ليه انت داخل عامل اعتبار لناس ما لهاش اعتبار، او انت مديلهم اعتبار بزياده قوي، وبتلعب بتقفيل. وليه كل اللي بيحصل ده؟ عندك طول ال 90 دقيقه انت ما لعبتش كوره، انت اتلعب عليك كوره. دقيقه طول ال 120 دقيقه انت ما لعبتش كوره، هي بس اول 10 دقايق في الماتش كله. اول 10 دقايق في الماتش كله تلعب كوره، والباقي الماتش انت مديلهم الكوره كده وعمال يتلعب عليك. حتى الجون اللي جبته كان ضربة جزاء، انت كنت قاتل نفسك بخط النص اللي انت حاطه دوت. انت حاطط ثلاثة، انت حاطط النني ومروان عطية وحمدي فتحي. يعني انا ما عنديش مشكلة في النني، على فكرة النني عمل ماتش حلو جدا. النني كان بيستلم الكرة وبيبص لقدام، يعني بيستلم الكرة وبيطلع الكرة لقدام. يعني الناس اللي بتشتم فيه واخداه ترند، لا هو الراجل عمل كل اللي عليه، وفعلا كان قلب على الفريق ولعب بدل ال 90 دقيقة اكتر من 110 دقيقة. فالراجل يعني يشكر على المجهود اللي هو عمله النهارده. طب مروان عطيه انت ممكن تحط حد هجوم تاني احسن منه، ليه يبقى خط النص عندك كله دفاعي؟ طب انت خايف من مين؟ دي الكونغو صباح الفل. انت مصر، انت عندك لعيبه تقيله، انت عندك لعيبه هجوم حلو، عايزين بس حد في نص ملعب يحركهم، فنزل مصطفى فتحي. يعني العقل يقول لك كده. ليه بقى الخرا اللي انت بتعمله ده؟ انت مدي لحد اعتبار بزياده، وهو اصلا طالع بسيناريو اسوأ منك. راجل الكونغ ديت جايبه تقريبا 3 اجوان في دور المجموعات، في اصلا مباريات هي ما جابتش فيها اجوان. يعني انت احسن منهم وهجومك احسن منهم، انت حياتك كلها احسن منها. ليه بقى القرف اللي انت قدمته دوت؟ يعني سؤال انا ما عنديش ليه اجابه غير ان انت راجل ظلمتنا. يعني انت عندك اللعيبه ديت وفي لعيبه مستواها اتطور، وعندك لعيبه ظهرت احسن من سنتين مع كرويش، ووصلنا للنهايه وكنا بنعافر مع السنغال اللي هي كانت عنتيل افريقيا وما زالت عنتيل افريقيا. بقول لك احنا لو كنا دلوقتي مثلا قابلنا السنغال كانت شالتنا 4-5 بالاداء اللي انتوا كنتوا بتعملوه النهارده. يعني انت نزلت بمستوى مصر لتحت. عندك اللعيبه ابتدت تسقط بدنيا من اول الدقيقه 50، زي تريزيجيه دوت الراجل من الدقيقه 50 بالظبط، من الدقيقه 50 الراجل خلاص مجهوده وقع مره واحده كده، ما بقاش قادر يواصل كوره. انت متخيل؟ حصل له كولابس. انت شفت ان الراجل تعبان وانت معاك 4 تغييرات والدقيقه 50. يا باشا ما تسحبه وتنزل حد مكانه يلعب كوره هجوم وتقعد تجيب جون وتلعب زي ما الناس بتلعب. لا انا افشخ اللعيبه واحصر اللعيبه، عشان بص انا في دماغي ان انا عايز ايه؟ اخش بعد 120 دقيقه عشان اخش ضربات جزاء. ده ايه القرف اللي انت فيه ده؟ يعني من الدقيقه 50 انت بتفكر ان احنا عايزين نوصل لضربات الجزاء، فانا افشخ اللعيبه والاداء واقع مني، والفرقه اللي قدامي خلاص شخاني في منطقه الجزاء، وانا برضو اللي في دماغي وافشخ في نفسي وافشخ في اللعيبه. طب ليه ما تنزله؟ ما انت عندك مرموش على الدكه، ما تنزله. عندك انا هقولها بقلب تقيل، عندك كهربا، عندك مصطفى فتحي. نزل الناس دي كلها من الاول. هو تريزيجيه معروف مش بينزل اساسي، تريزيجيه انزل بديل هيعمل لك هيكسر لك الدنيا. وانا يعني مع احترامي طبعا لتريزيجيه، وانا مش بقول عليك كلام وحش، بس انت بتنزل زي جده كده اما كان بينزل في افريقيا، بينزل بديل يكسر الدنيا. هو دوت تريزيجيه انزل بيه بديل، ليه تنزل بيه اساسي؟ طب ماشي، عندك الراجل بدنيا وقع من الدقيقه 50، ما تطلعه، ده قصه. تاني حاجه انت عندك واحد اسمه زيزو، الراجل هو مجهوده ساعه، يعني على الساعه كده 60 دقيقه، بعد 60 دقيقه انت مش بتاخد منه كوره، ما تطلعه. ما انت عندك لعيبه، يعني انت عندك كهربا وعندك مصطفى فتحي وعندك لا انا مش هطلع، انا هخلي اللعيبه دي تموت والفرقه تتفشخ. كان فكر عقيم من روفو توريا، وهو السبب الاول للي يحصل فينا دوت، وان احنا نخرج من دور ال 16. يعني احنا كان معانا مدرب تقيل فشخ اسمه كرويش، كان بحبه لعيبه لسه ما نضجتش، وحبه لعيبه لسه اصلا ما ظهرتش، ووصل بينا للنهائي قدام السنغال وعافرنا معاهم، ووصلنا معاهم لضربات جزاء وسط بص جبروت السنغال. دلوقتي احنا بنطلع من كورهم من دور ال 16. يعني اتمنى ان الراجل دوت فعلا يتحاسب على اللي هو عمله في المنتخب. كلمه اخيره بس انا عايز اقولها ايه للرجاله بتاعتنا، مفيش حد فيكم قصر اقسم بالله العظيم، وانا عمري يعني ما كنت بقول كده وبشجع اللعيبه، لا بس هو فعلا محدش فيهم قصر. حتى مصطفى محمد اللي ضيع ضربه الجزاء، انت يا باشا انت مهاجم تقيل قوي،
وكل اللعيبه بتضيع، كريستيانو ذات نفسه بيضيع، ميسي بيضيع، كل اللعيبه بتضيع، وانت عملت ماتش تقيل قوي. يعني كفايه ان انت لعبت 120 دقيقه وجبت جون، وانت كنت الوحيد اللي احنا بنعتمد عليه في الهجوم صراحه. يعني ابو جبل عمل ماتش تقيل، حتى الجون اللي دخل فيه ما يسالش عليه، والكره اللي بتضيع كل اللعيبه بتضيع عادي. اللعيبه كلها عملت اداء محترم. هو الفكره بس في حد هو مشاها غلط ونظمها غلط. ولا سخانه، كان معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب. ولو انت مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي مقالات وهتلاقي بوستات، هتلاقي حاجات حلوه كده. فتعالى، سلام.